السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كل جمعة وانتم طيبين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. النهاردة طبعا بداية الدوري، وإن شاء الله كده هنتكلم على حاجات بسيطة يعني قوي. الدوري ده طبعا نظام الدوري الفاشل ده. دايما أنا متعود معاكم هنا. حتى أول لما اتكلمنا كنت بقول دايما ان احنا الاول اللي نتكلم في الكوره، مش شويه الناس اللي بتطلع دي، لان احنا لعبنا كوره ومارسناها ويعني يعني لعبناها على حق وفهمناها واخدنا خبره فيها والكلام ده كله. فكل من هب ودب كان بيتكلم في الكوره، كل من هب ودب. فاحنا قلنا احنا الاولى بقى ان احنا نتكلم. دي الحاجه التانية، الدوري الفاشل ده، نظام الدوري الفاشل ده ما فيهوش عداله. ان انت تلاعبني 21 فرقة خلاص عشان انت بتجامل ناس تانية، خلصنا بقى 21. برضو هتعمل زي المرة اللي فاتت، تقسمهولي ومش عارف سبعة ومش عارف كام، ايه ده، سبعة و14، ايه ده يا عم، اسم الدوري يا عم اتنين يا عم. كنت تطلع فرقة كمان وبقى 22 ويبقى 11 و11، ونزل من هنا ثلاثة ومن هنا ثلاثة. ده الحق والعدل، وخد اول وتاني من هنا واول وتاني من هنا. الله، هتعمل برضو زي السنة اللي فاتت وهيبقى في مشاكل، وكل واحد هيقول لك اشمعنى. برضه برضه بتجامل. يعني الاهلي مش هيروحوا اسماعيليه، ولا هيلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه، ولا هيلعب الكهرباء في الاسماعيليه. طيب ده في حق يعني ازاي؟ ها؟ ازاي؟ مش حرام؟ لازم الفرقه كلها تبقى متساويه. اشمعنى الزمالك وبيراميدز هيروحوا؟ ده مفيش كده، ده مفيش يعني عداله. مفيش عداله، مفيش عداله، وتكافؤ الفرص منعدم، منعدم. طيب نخش على بسرعه كده التشكيل. انا قلت لكم ان اللعيبه بتاعت الزمالك دي اللي جت وكده، الزمالك ختم الميركاتو بتاعه خلاص. لعيبه الزمالك دي زي ما انا بقول، احدث خطه دلوقتي 3 4 2 1، ماشي، ودي تنطبق عليهم، مفيش كلام. بس هل زي ما انا قلت لكم برضو كان بيسيرو برضو يعني عايز يعلمهم بسرعه ما عشان كده الموضوع ما كملش. وكان قاعد يتكلم كذا مره ان الخطه دي عايزه فكر معين، وعايزه حفظ، وعايزه يعني اللعيبه تكون مصحصحه وفاهمه ومثقفه والكلام ده. واحنا اللعيبه المصري عندنا هنا انتوا فاهمين. فاللعيبه دي احسن خطه بالنسبه لها هم دول، يعني من ثلاثه، يعني هو كده، يعني من ثلاثه لاربع خطط. اولا بص على لعيبتك عشان تشوف الخطه المناسبه ليهم ايه. خطه مناسبه بتاعت لعيب الزمالك دي ما ينفعش معاهم الا 4 3 3، وزائد الخطه الاساسيه اللي انا بقول 3 4 2 1، او 3 4 3 او 4 4 2. ما انت تشوف عندك كثافة في خط الهجوم، عندك كثافة في خط النص. ودلوقتي ما بقيناش زي زمان، بس السنتين تلاتة اللي فاتوا دول لا، احنا بقى عندنا دقة قوية. اللي يقول لك اللعيبة هتعمل ايه؟ اللعيبة الجديدة، لا جديدة ايه يا ابني؟ اللعيبة الجديدة دي مش هتلعب كلها، ده هم بالكتير قوي لعيب او اتنين. هو انت اي حد كده يجي الزمالك يقوم نازل يلعب اساسي؟ مش في المفروض الكيمستري، والمفروض ياخد على الجو والجماهير والكلام ده. الكيمستري مهمه جدا. مش في واحد تحط ثابت لعيبه كده في الفرقه، ما ينفعش الكيمستري مش مظبوطه. يبقى الكيمستري كده مش مظبوطه بتاعت الفرقه. الكيمستري دي لازم تبقى زي كده، بيقول لك إيه، لعبها على المغمض خلاص. حافظ ده فين ده فين، يعني شحاته مثلا عارف عبد الله السعيد دلوقتي فين، عارف. يجي مثلا واحد تاني يلعب جنبه اللي اسمه، اللي هو اتصاب ده، ربيع ده، ما ينفعش واحده واحده يدخل، ما ينفعش. مثلا مثلا بنتايج، قدامه كان قدامه شلبي، دلوقتي هيبقى قدامه شيكوبانزا، هياخد وقت. الجنب التاني عمر جابر كان قدامه بقى ليزو، دلوقتي مثلا هيبقى قدامه الكايد مثلا، او معالي.
فكل دون عايز وقت. يعني هما الاتنين دول اللي انا برشح ان هما يعني يلعبوا النهارده بقى التشكيل معايا، بس انا مش برضو انا هلاعب واحد بس ماشي. فالنهارده ان شاء الله ان شاء الله الزمالك هيلعب 4-3-3. ده في رايي انا، ده في رايي. هيلعب عواد طبعا، واللي يقول لك مش عارف ايه والكلام وصبحي والكلام دون والكلام الفاضي ده، لا، عواد حارس مرمى نادي الزمالك. عواد الافضل في البلاد، تمام. لان عواد لو ما كان معاه سوشيال ميديا زي التاني ده اللي بيقولك في حته تانية وحته رابعه ده، كانش حد هيلعب عليه في مصر اصلا. وانا ده رايي. واكبر غلطه لو الزمالك باع عواد او مشاه، لان محمد صبحي ده ديله يعني زي التاني اللي اسمه فتوح ده، لانه كان معاه في كذا حاجه، في كذا موقف. الموقف الاولاني بتاع الفندق، والموقف التاني بتاع الحادثه اللي قتلوا فيها الراجل. ها، الديل يعني يقول لك ايه، النجس لما يبقى في الفرقه او حاجه بتبقى وحشه في الفرقه، بيبقى الفرقه مش مظبوطه، بتبقى الفرقه يعني مقلقه كده تحس. ومعاهم كمان الزناري، كان معاهم الزناري في الموضوع الاولاني. فاللي اسمه فتوح ده ان ما تقومش، لا يعني ايه، هو لعيب كبير ما قلناش حاجه، انما لازم يتقوم ولازم يكبر ولازم يعرف هو بيلعب في نادي ايه، ولازم يفهم ان هو كابتن من كباتن نادي الزمالك. ينسى الكلام الفاضي ده، وينسى المسخره اللي بيعملها دي، وينسى السفاله اللي بيعملها دي، السهر والكلام الفارغ ده والنجاسه دي. يا ابني النجاسه دي وحشه جدا. تروح تسهر وتروح تلف وتشرب والكلام ده غلط، ربنا مش هيكرمك. واللي معاك محمد صبحي ده كمان كان معاك في كذا مشكله، وانا رايي ان الاتنين دول لازم يتقوموا. محمد صبحي ده لو اتقوم هيبقى احسن جون في مصر مع عواد، لان النفوس دايما ما بتبقاش صافيه. نفس محمد صبحي ده مش صافيه، مش صافيه خالص. فهنتكلم يبقى عواد بالحق. فتوح ده يتقوم ازاي بقى؟ تبقى رقيب عليه. ايه يا ابني انت رحت فين النهارده؟ رحت البيت النهارده؟ طب ماشي، نمت ما نمتش؟ تبقى راقب عليه، او تاخده بقى معاك في كل حته وتبقى معاه. هو ده الحل الوحيد. زي ما كان المدربين بتوعنا زمان كده يتصلوا بينا في البيت. انا بكلمك وانا عندي 15 و16 سنه، او يعدي كده يشوفنا سهرانين في الشارع ولا الكلام ده. هو كده. امال هتراقب اللعيبه بتاعتك ازاي؟ مش حالنا احنا كنا صغيرين كده وكان المدربين بيعملوا معانا؟ امال دول بقى تعمل معاهم ايه؟ لازم يبقى على عينك تشوفه راح فين وجاي منين. ومش عيب لما يقول لك انا رايح كذا روح ويبعت وراه حد، او روح انت وراه، ايه المشكله يعني؟ وبرده موضوع برده الملعب، الناس قاعده تتكلم وتقول لك الملعب ونادي الزمالك. نادي الزمالك ايه ده؟ الملعب خربان، ده الونش اتصاب فيه. محمود علاء لما كان بيلعب اتصاب فيه. والونش اتصاب فيه تاني برباط صليبي، واحمد حمدي اتصاب فيه. كل الملعب ده كان مليان اصابات. الله. ومحمود جهاد اول لما جه السنه اللي فاتت اتصاب فيه. الله. فلازم الملعب ده يبقى كويس. زي ما انا قلت لكم، فاكرين لما انا قلت لكم جون ادوارد في مهام كده للمدير الرياضي، يبص على الملعب، يبص على الاجهزه الرياضيه، يبص. هو ده التغيير اللي حصل في نادي الزمالك. ولسه حاجه واحده تانية بقى، حاجه كمان، اللايف كوتش لازم يبقى موجود في الزمالك، علشان يقعد مع اللي اسمه فتوح والناس والعالم التانية دي، صبحي والكلام ده. الزناري اهو مش خلاص، خلصنا من واحد بس يقول لك مديله العقد كويس، يتصلح ويبقى كويس، يبقى 100 100. انما اللعب ده لعب الديل اللي مش مظبوط ده، لازم يتقوم ويتقطع الديل ده. لازم كل واحد يعرف الحق فين كده وال والخير فين. يا ابني لازم تبقى كويس، لازم تروح يعني تعرف ربنا وتعرف الخير فين، وتعرف ان ربنا بيديك نعمة لازم تحافظ عليها عشان ربنا يكرمك في حياتك. الكلام ده للكابتن فتوح. وخلصنا بقى. يبقى عواد في خط الظهر، عواد في حراسة المرمى خط الظهر، من اليمين جابر، الونش اللي اسمه عبد المجيد ده اللي ربنا يستر منه النهارده، لان انا حاسس كده ان هو بيلعب عافيه من ساعه ما اختاروه. احسن والله، ما هو احسن مدافع ولا حاجه. في مليون، في الولد اللي اسمه ياسر ابراهيم بتاع الاهلاك ده منه مليون مره، واللي اسمه
هاشم بتاع المصري اجدع منه على الاقل حافظين مراكزهم، واجبات مراكزهم. واللي اسمه رجب نبيل ده بتاع سيراميكا ده اللي احنا اللي هيلعبه النهارده اجدع منه مليون مره. في لعيبه حافظه مراكز، ده اهم حاجه، ان انت تقوم بواجبات مركزك مظبوط. ربنا يستر منه النهارده. وتايك ماشي. قدامهم ثلاثه: شحاته واحمد حمدي وعبد الله السعيد. تمام. قدامهم ثلاثه: ناصر ماهر، وشيكو بنزا، والاسطوره ناصر منسي. وفي حاجه كمان، النهارده لازم الجزيري يلعب، لان الجزيره حظه عالي قوي على سيراميكا. هتقول لي الكوره فيها الكلام ده؟ في لعيب يبقى حظه عالي على فرقه، هو كده، هو كده بيجيب فيها، كل ما ينزل يجيب فيها جوان خلاص. يا اما تلعبه في الاول في اول الماتش وتشوف ميته ايه، يا اما ينزل في الشوط الثاني، بس بعد ان شاء الله ما نوصل منسي يكون خلص لنا الماتش. خلاص يبقى كده 4-3-3. نخش بقى على سيراميكا. ايه الخطر عندهم ايه؟ مفيش حاجه، هما اتنين لعيبه، تلاته. طبعا في القدام فخري لقاي بيتحرك كويس جدا، بيتحرك كويس جدا وبينزل ويرجع. ما يسحبكش بقى يا عم عبد المجيد انت، ما يسحبكش، ها، لان كل مره بيعملها فيك. اي لعيب في مصر بيعملها فيك، يقوم سحبك تك 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 تك، يقوم مفضي سكتك. وطبعا صدق جوله بعد ما رجع من سيراميكا من بيراميدز، يبقى كده فخري لقاي وصدق جوله. وفي بالضربات الثابته بقى، لانه مهم جدا، سيراميكا ده بيلعب على الضربات الثابته كويس جدا جدا. الولد اللي اسمه رجب نبيل ده مهم جدا 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 جدا، يتمسك كويس. وطبعا انا مش هقول لكم طبعا النهارده ان احنا بنلعب بالاهلي به السوليه على السعادة، على اللي اسمه اسمه ايه ده، اجيب لكم اساميهم دلوقتي، العيال اللي راحت، كريم ندفد والسوليه وسعد سمير واسمه الدبيس وخالد عبد الفتاح ويوسف جمال، الاهلي به يعني حاجه. وطبعا نخلي بالنا كويس جدا، طبعا السولية برضو لعيب تقيل، لعيب تقيل. فالنهارده ان شاء الله مهم جدا بدايه الزمالك يضغط. حتى تلاحظوا ان انا مش حاطط يعني لعيبه اصل الكوره خلاص ما عادش فيها لعيبه دفاعيه خلاص. الكوره دلوقتي في مهام مركز بتقوم بيه، ساعات الدفاع تقوم بمهام المركز، ساعات الهجوم تقوم بمهام المركز بتاعك. وكل لاعب زي ما احنا اتفقنا ليه نسب، كل خطه ليها نسبتها. يعني ممكن الخطه دي تقلب النهارده، مثلا احمد حمدي ما يقدرش يكمل، اعمل ايه؟ مخرجه ومنزل الجزيري لاعب تاني، يبقى لاعب 4-4-2 كده. اللعيبه اللي معاك تشكلها زي ما انت عايز. تمام. ربنا يوفق الزمالك النهارده. نخش على المصري. المصري يعني ما جابش لعيبه كتير، بس طبعا المصري ما كانش فيه مشاكل، دي ميزه. هو جاب طعم الفرقه لاعبين بس او ثلاثه، بس برضو كان عايز يعني عشان تبقى دكته كويسه. يعني احنا مثلا الزمالك دكته دلوقتي كويسه جدا، الاول ما كانش كده، الاول كان تقعد هننزل مين، انما دلوقتي الدكه كويسه، تقدر تحط اللعيبه اللي انت عايزها وتلعب. والمصري دكته كويسه تمام. بس كان عايز مثلا إيه مساك كويس قوي، كان عايز لعيب في خط النص كده، يعني تحس ان هو زي الواد بتاع تونس بتاع زمان ده كده. المهم اللي هو اللعيب اللي هو كان بيلبس 14 ده، كان لعيب كبير بس مش فاكر اسمه دلوقتي. المهم هيبقى ثروت في حراسة المرمى، طبعا السعداوي وهاشم. طبعا لو باهر يعني مش جاهز، لان باهر برضو تحس ان هو بيخطأ اخطاء كده، مش مركز مش عارف في ايه. يبقى السعداوي وهاشم طبعا، وممكن يبقى صبحي بقى مكان باهر، او لو باهر جاهز يلعب. والعراقي طبعا قدامهم مخلوف طبعا، اللي انا طبعا بقول عليه نجم خط وسط النادي المصري. مش عارف، انا مستغرب ازاي ما يروحش منتخب مصر، ازاي مش عارف. وطبعا الساعي
4-3-3 برضه المصري هيلعب 4-3-3. ماشي، نفس برضه هي لان دي امكانيه اللعيبه اللي قدامك. انت بتوفق اللعيبه، اللي عندك وتعمل بقى الخطه. تمام، تمام، مش الخطه اللي انت عارفها ها وتقوم مش تعمل انت الخطه وتحط اللعيبه عليها. لا، ما ينفعش. مراكز اللعيبه ما تلعبش، يعني كل لعيب عارف مركزه وواجبات مركزه. ما ينفعش تحط مثلا لعيب بيلعب خط النص تقوم حاطه وينج. ما ينفعش تلعب لعيب مثلا خط نص تقوم لعيبه فيرود. ما ينفعش تلعب باك تلعبه هاف. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. هي دي واجبات مركزه ولازم يعملها. كل واحد دي واجبات مركزه ويعملها. يبقى ثروت والسعداوي وصبحي وهاشم والعراقي مخلوف الشامي الساعي دغموم ميدو جابر صلاح محسن. هو ده تشكيل جميل جدا للنادي المصري، لان المصري برضه لازم يضغط النهارده، لازم يسيطر، لازم يسيطر. اول لما انزل اعرف الفرقه اللي قدامي دي حجمها. انا المصري، اي حد، اي الفرقه الكبيره، المصري، الزمالك، اسماعيلي، محله، الفرقه الجماهيريه دي لازم تنزل وتضغط. لازم تعرف الفرقه اللي قدامك ان انت قوي، مش هايب ومش خايف منه. طبعا في ممكن حاجات لازم، انا قلت لكم قبل كده، المدير الفني لازم يكون حاطط سيناريوهات للمباراه، لازم يكون حاطط سيناريو 2 و3. مش حد بقى في الماتشات الكبيره يعمل ايه. فلازم لازم المدير الفني يكون مركز جدا. طبعا كوكي مدرب ممتاز، بس يكون بس معاه الادوات الكويسه. انا رايي ان كوكي هيعمل كويس، هيعمل شغل كويس لو في توفيق مع النادي المصري. فالنهارده ان شاء الله ربنا يوفق الزمالك. وقلنا لازم الزمالك والمصري يضغطوا من اول دقيقه. ولو الماتش عقرب ولا حاجه مش عيب ان انت تنزل مثلا تشيل حد مثلا تدافع بيه كده، بس تكون محافظ على الكيمستري بتاعت الفرقه. مهم جدا. واللعيبه اللي هي الجديده لازم تخش واحده واحده، واحده واحده. ان انت تنزل 4 لعيبه جداد دي غلط جدا جدا جدا. وما تنسوش طبعا، مش هفكركم اللايك والسبسكرايب والشير والكلام ده. وكل جمعه وانتم طيبين. وشكرا ليكم. ما تنسوش الكرة مع الأزوري هتكون جميلة وبيوري. السلام عليكم.